انت شغال شغلانه تافهه قوي وسهله قوي على فكره، وما فيهاش اي تعب وما فيهاش اي مجهود خالص. من خبرتي كحد بيشتغل في ريكروتمنت بقالي فتره، انا جاي اقول لك ان هي مش حاجه سهله وممتعه، وانه يا دوب بتعمل جوب بوست والموضوع بيمشي سهل جدا. في الحقيقه هي ناس بتقدم على وظيفه حتى لو مش مجالها، ناس بتقدم على وظيفه حتى لو في مكان بعيد عليها، وناس بتقدم من محافظات تانية وفاكره ان اي شغل في الدنيا مطالب انه يوفر سكن لكل موظف ويعوضه بفلوس. ناس بتقدم على جوب ليفل اللي هي عايزاه ومش فارق معاها الجوب نفسها ايه. ناس بتقدم باسم ابحث عن عمل وخلاص. ناس بتقدم وخلاص وما يحضروش الانترفيو، معلش اصل ماما تعبت، اصل بابا حصل له ظرف. سمعتها اكتر من تلتين الناس اللي ما حضروش الانترفيوز في حياتي. كل ده بياخد وقت ومجهود كبار جدا، والريكروتر بيلاقي نفسه غرقان في بحر سيفيهات من كتر الناس اللي بتبعت، او بيلاقي نفسه بيعيد الهايرنج سايكل تاني وتالت ورابع. مفيش حاجه اسمها ابحث عن عمل، المفروض تبقى عارف كاريرك، عارف انت عايز تشتغل ايه بالظبط. حتى لو عايز تعمل كارير شيفتنج مفيش حاجه اسمها قدم يمكن يكون عندهم مكان في الحته ديت، احتماليتها ضعيفه جدا. ما تعملش سي في عربي، ما تعملش سي في ملون، ما تعملوش سي في بس بالتايتل. اكتب الجوب ديسكريبشن بتاعك حتى لو في نقط اساسيه عن شغلك، ساعد نفسك ما ترميش السي في وترجع تقول الحجه المشهوره قوي انا بقدم ومحدش بيكلمني. انا بتاع شغل، عشان كده انت محتاج تسمع الكلمتين دول.